السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نعمل أكلتنا المشهورة الكشري المصري. أول حاجة معايا البصل. هعمل أول حاجة البصل هقطعه وأحمره عشان أنا هستخدم الزيت بتاعه في بقية الأكل. أنا بعد ما قطعته زي ما انتوا شايفين نزلت بشوية من الدقيق ومعلقة من السكر. الدقيق بيمتص المية اللي بتنزل اللي بتبقى في البصل وبيخليه يقرمش في الزيت. والزيت ما بيسودش على فكرة لما يبقى محطوط في دقيق. معايا دلوقتي الطاسة اهيت فيها كمية من الزيت. انا هعمل البصل اللي انتوا شفتوه ده على مرتين. اما اخلصه هستخدم الزيت في معايا ايه في الرز بشعرية وفي ايه وفي التسبيكة بتاعة المحشي. في نفس الوقت بقى الزيت البصل بتحمر. معايا كوباية من العدس بجبة هغسلها اولع عليها. ومعايا كمان حلة فيها مية للمكرونة. ومعايا شوية حمص الشام دول سلقتهم وجاهزين معايا. المكرونه مكرونه مشكله زي ما انتم شايفين. هسلقها كله بقى هيتعمل مع بعضيه مش هياخد وقت زي ما انتوا بتستصعبوه. في كتير بيستصعب العدس الكشري ابو المصري. دلوقتي البصل ودي المكرونه بتتسلق والعدس بيتسلق. خلاص البصل اتعمل معايا واتحمر. خدت منه شويه زيت وعملت بقى الشعريه دي كوبايه شعريه برضو. كوبايه عدس وكوبايه شعريه. الشعريه في الطبخه دي اكتر من الرز. انا حطيت 3/4 كوبايه رز عليها واكني بعمل رز بشعريه عادي. بس الشعريه بتبقى اكتر في الطبخه دي. خدت شويه زيت برضو من اللي كانوا بتوع البصل. وحطيت فيهم معلقتين توم وربع وربع فنجان من الخل. وطشيته على التوم كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت بالطماطم بتاعتي علشان اعمل التسبيكه بتاعت الكشري المصري. وحطيت كمان معلقه من الصلصه على الطماطم. وهحط بقى كمون والكزبره والملح. وهسيبها تتسبك. عايزاها تبقى تقيله سيبها تتسبك شويه. عايزاها وسط ما تسبكهاش قوي. وما تنسيش طبعا نص معلقه من السكر عشان الحموضه. وكمان هعمل معلقه شطه كبيره ومعلقه كمون وملح. واخد كمان معلقتين من التسبيكه اللي انا عاملاها هحطهم عليها وهسيبهم مع بعض. لو انت ناويه تعملي كشري من بالليل ممكن تنقعي الخل في توم. بيبقى ريحته زي اللي انتوا بتشوفوها في المحلات بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. ودوبتها وحطهم في الازايز بتاعتهم عشان يبقوا جاهزين معايا. الصلصه التقيله والشطه. الرز معايا جاهز والعدس معايا جاهز والمكرونه والعدس بجبه والبصل. والصلصه كمان جهزت معايا. كله جاهز مره واحده. انا بظبط الطبق اهوت. رز على عدس على مكرونه. كل بقى تبقى بالنمط اللي انتوا شايفينه ده. ده اول طبق عملته اهوت علشان اصوره معاكم. نزل بالبصل بقى. العشق والمعشوق. البصل ده بيوديه في حتة تانية خالص. عندك بطاطس شيبس عايزة تقطعي عليها براحتك. عندك لحمة مفرومة عايزة تقطعي عليها. بس ده أكلنا الشعبي الجميل والأكلة اللي مصر مشهورة بيها. الكشري المصري. ولا أطعم ولا أجمل حاجة حرشة كده وشعبية وزي الفل. ما بنعملهاش كتير بس ما بنعملها بصراحة ما شاء الله الكل بيبقى فرحان بيها. شايفين جماله شايفين جماله يا جماله يا جماله. صلوا على النبي. وصلتوا لهنا صلوا على النبي. ما تستصعبيش الكشري ورتبي خطواتك. وهيطلع معاكي زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.